وأن يقولوا آراءهم حرة وبكل ما يريدون، ولكن دون المساس بالشخصيات. بدر العنيزي من السعودية، صباح الخير أخي بدر العنيزي. السلام عليكم. بدر وعليكم السلام ورحمة الله أخي بدر، تفضل. تحية لكم أخي الكريم. يا مرحبا بك. عندي كلمتين، كلمة للرئيس حسني مبارك وكلمة لقناة الجزيرة، تسمح لي. تفضل. الرئيس حسني مبارك، أنا أذكر بخطاب التنحي الشهير لجمال عبد الناصر، يعني احفظ كرامتك واستجب لمتطلبات هذا الشعب وتنح كما تنحى الرئيس عبد الناصر في ذلك الوقت، على الأقل لكي تبقى في مصر. نعم. هذه كلمة للرئيس عبد الناصر. الكلمة لقناة الجزيرة، الجزيرة لا شك كقناة إخبارية هي يعني نقلة تاريخية في الإعلام العربي، وشعارها الرأي والرأي الآخر. أنا عندي رأي آخر، أتمنى ما تقطعون اتصالي. تفضل. يعني الآن قطعتم برامجكم من عدة أيام لتغطية أحداث مصر، وهذا حق لكم كقناة إخبارية، لكن يعني رجوعكم لأغاني الثورة هذا لا يمثل رأي آخر، هذا يمثل رأي فقط. أيضا يعني لم تفعلوا هذه التغطية مع مظاهرات إيران والشعب الإيراني قبل فترة. هذه ليست أغنية ثورة، هذه أغنية وطنية لأم كلثوم إذا كنت تتذكر. اسمح لي، هذه تمثل رأي، معلش. وقيلت قبل الثورة هذه الأغنية يا سيد بدر. اسمح لي بهالكلمة. لا بس أن تقول شيء لابد من إيضاحه. لرئيس الوزراء الإسرائيلي ليفني العام الماضي. نعم. أنا أسأل ماذا ستقدم الجزيرة يعني من وجبة إخبارية لو كان هذا الزائر لليفني الملك عبد الله مثلا، أو رئيس أي دولة أخرى. رأينا مثلا طرد قبيلة آل غفران من آل مرة من قطر، ما قمتم بتغطية هذا الأمر مع أنهم يعني شعب عربي، أليسم هم هؤلاء صوت عربي؟ أيضا أنا أسأل، أنا أعتقد أن يا سيد بدر أنا أعتقد أن ما تقوله ليس مناسبا في هذه التغطية. شكرا لك أخي الكريم، أعتذر لك، شكرا لك.